السلام عليكم. بسوي طريقة حلا تشيز بالحليب المحموص. آه سهل، طريقة سهلة ومرة لذيذة. للطبقة الأولى حطيت كوب ونص حليب محموص وواحد ونص بسكوت شاي، أي بسكوت شاي يكون مكسر. أنا حطيت 2 من الحجم الصغير، وعلبة قشطة وإصبع زبدة ذوبتها، وربع كوب حليب مكثف. ممكن إنه تستبدلونه بسكر بودرة، بربع كوب سكر بودرة. أخلط المكونات مع بعض لين تتماسك، بعدين أحطها في صينية، بعدين أساويها. أحط الصينية في الفريزر على بال ما أحضر الطبقة الثانية. الطبقة الثانية بحتاج علبة قشطة، و3/4 علبة حليب مكثف محلى، و2 زبادي كامل الدسم، و10 جبن مربعات، وملعقة جيلاتين ذوبتها في نص فنجان موية حار. الحين أصب عليه الخليط، بعدين أدخله في الفرن، أشعل النار عليه من فوق وأخليه لين يتماسك ما ياخذ اللون، وأذوب زبدة اللوتس وأحطها عليه. بعدين أحطه في الثلاجة لمدة 5 ساعات 6 ساعات، وكل ما طول بيكون أفضل. هنا بعد ما طلعته من الثلاجة وزينته بحليب محموص وبسكوت اللوتس، وبرجع الثلاجة أخليه لين بكرة. بصراحة سويته اليوم عرفة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيد أضحى مبارك علينا وعليكم يا رب، وبالعافية علينا. جربوا وأنا متأكدة إنه راح يعجبكم. لما يكون حليب محموص ولوتس مع بعض، جربوا وعليكم بالعافية، ولا تنسوا تدعموني.